ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو علاج الاسهال عند البطن، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. اول حاجه يا جماعه، متنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك. والوصفه الحلبه المغليه لعلاج الاسهال، وبتقوي المناعه وبتحسن الهضم، بتفتح الشهيه. هتجيبي معلقتين كبار من الحلبة وتغليهم على لتر مية، وتسيبيها لحد ما تبرد، ما تقدمهاش سخنة، لما تبرد خالص، وبعدين تصفيها وتحطها لهم باردة وتزوديها مية. وصفيتها وحطيتي ما تمنيش التصفية بتاعتها، الحب بتاعها حطيه على الاكل بتاعها. ممتازة جدا لعلاج الاسهال وتقوية المناعة وفتح الشهية، خصوصا بقى للبط، فراخ، الوز، للطيور كلها، مش للبط يعني، مش للبط بس. الوصفة دي تعمليها مرة او مرتين في الاسبوع بس، مش كل يوم، لان كترها برضو غلط. وتاني يوم بإذن الله هتلاحظي الفرق، هتلاقي الفضلات بدأت تمسك، البط بياكل كويس، نشيط كده ومفيش خمول. ولو الاسهال عندهم شديد قوي، يعني في دم واسهال مائي، ده مرض ومحتاج ان انت تروحي للدكتور البيطري. وما تحطيش الحلبة على الاكل، يعني المية بتاعتها ما تحطيش على الاكل، تحطيها في المية، لان ده شرب مش اكل. واهم حاجة لازم تعرفيها عشان البط بتاعك ما يجيلوش اسهال، حافظي على نظافة المية، تغيريها مرتين في اليوم لو تقدري، خلي المكان دافي ما فيهوش هوا وكده، عشان ما يجيلهمش برد واسهال. ما تحطيش كل شوية وصفات، يعني في الاسبوع كفاية مثلا تعملهم حلبة مرة، بصل على توم على ليمون على خل مرة كده. ووصفة طبيعية وموجودة في كل بيت ورخيصة، مش غالية، واحسن من الأدوية. دول 4 نوتشي والدكر، والثلاث دكور التانيين الاسهال كان مبهدلهم جدا، كان عندهم اسهال مائي، كنت تلاحظ ان هم ما بياكلوش، تاني يوم الاقيهم الدنيا بايظه عندهم خالص. كشفت عليهم وجبت لهم حقن، برضو ما نفعش معاهم خالص نهائي، فقررت ان انا اذبحهم، لان هم لو ما اتذبحوش هيموتوا خلاص، ملهمش علاج. كان المكان اللي عند الذكر من ورا طلع بره خالص، وكانوا بيشدوه منه، وكانت الدنيا مبهدله. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعه، وتشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك، عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.